كتير مننا بيعتقد إن الانطوائية دي حاجة ثابتة في الشخصية، كأنها طابع الواحد مولود بيه خلاص مستحيل يتغير. بس الحقيقة إن في وجهة نظر تانية خالص، وجهة نظر بتقول إن المهارات الاجتماعية دي مش موهبة ربنا بيديها لناس وناس لأ، لأ دي مهارة زي أي مهارة بنتعلمها في حياتنا، يعني ممكن أي حد يكتسبها. خلينا نشوف إزاي. لو حد بيشوف نفسه شخص انطوائي، فالكلام اللي هنقوله ده مهم قوي، مهم بجد. دي مش مجرد نصايح عادية كده وخلاص، دي ممكن تكون بداية لخريطة طريق يوصل لتغيير حقيقي. طيب خلينا نبتدي بأهم حقيقة، الحقيقة اللي هنبني عليها كل الكلام اللي جاي، وهي ببساطة مفيش بني آدم اتولد اجتماعي. عارف إن الفكرة دي ممكن تصدم ناس كتير، بس دي الحقيقة. القدرة على التواصل مع الناس دي مش جين وراثي أو صفة وما بتتغيرش. المهارة الاجتماعية دي هي بالظبط زي أي كفاءة تانية، زي مثلا العزف على آلة موسيقية أو تعلم لغة جديدة، حاجة بتيجي بالممارسة والتمرين المستمر. يعني هي مش صفة شخصية بنتولد بيها وخلاص. وده بقى خبر حلو جدا. ليه؟ لأن ده معناه إن الباب مفتوح قدام أي حد إنه يكتسبها ويطورها. تمام. بما إنها مهارة يبقى أكيد ليها طريقة للتعلم، والمفاجأة بقى إن الخطوات الأولى أبسط بكتير قوي من اللي ممكن نتخيله. الجزء ده هو عن إزاي نبني الأساس خطوة خطوة وتفاعل واحد في كل مرة. الموضوع بيبدأ بحاجات بسيطة جدا. أول خطوة مجرد كلمة أهلا أو مساء الخير، مش محتاجين ندخل في حوارات طويلة أو معقدة خالص. تاني خطوة نحاول بس نبص في عين الشخص اللي قدامنا ونبتسم ابتسامة خفيفة، حتى لو حسينا إنها مصطنعة في الأول. وآخر حاجة سؤال صغير وبسيط، أي سؤال يجي في بالنا. والحلو في الموضوع ده إيه بقى؟ إنه مش مطلوب من الشخص يفضل هو اللي بيتكلم. لأ، السؤال الصغير اللي سأله ده كافي جدا إنه يخلي الطرف التاني هو اللي يتكلم ويكمل. وكل المطلوب ساعتها هو إننا نسمع وبس. فجأة الحمل كله بيتشال من علينا والموضوع بيتحول لمجرد بداية خفيفة وبسيطة جدا. بس أهمية الخطوات البسيطة دي مش بس إنها بتفتح كلام وخلاص، لا، تأثيرها أعمق من كده بكتير. كل خطوة من دول ليها تأثير نفسي قوي جدا على الشخص نفسه. خلينا نشوف إزاي الأفعال الصغيرة قوي دي بتعمل تغيير كبير قوي من جوه. وهنا بقى النقطة الجوهرية كلها، كل مرة الواحد بياخد الخطوة دي وبيبدأ يتكلم مع حد، هو في الحقيقة مش بس بيتكلم معاه، هو بيكسر حتة خوف جواه. المعركة الحقيقية مش مع الناس اللي بره، المعركة الحقيقية جوه نفسنا، وكل مرة بنتكلم فيها بنكسب جولة. يعني خلينا نفكر فيها بالشكل ده: كل كلمة أهلاً بتتقال، كل ابتسامة بسيطة، كل سؤال صغير، ده عبارة عن انتصار صغير على المقاومة اللي جوانا، على الصوت اللي دايماً بيقول لأ بلاش أو هيبقى شكلي وحش. دي حرب بتتكسب بالنقاط مش بالضربة القاضية مرة واحدة. والانتصارات الصغيرة دي لما بتتكرر بترسم طريق واضح قوي. يعني أول تفاعل ده انتصار على الخوف، ومع الممارسة المستمرة بيبدأ يتكون إحساس بالراحة، والواحد بيتشجع يكمل. ومع الوقت وبالتدريج الشخص بيلاقي نفسه بيتحول للشخصية اللي الناس بتحب وجودها وبتحب تتكلم معاها. وده بقى بيودينا لآخر نقطة ويمكن أهم نقطة، معادلة الثقة. وهنا بقى السر اللي ممكن يقلب كل حاجة، لأنه عكس المنطق اللي أغلبنا ماشي بيه. طيب السؤال الأخير هو إزاي بقى الواحد بيكتسب الثقة دي في الآخر؟ إيه هي الطريقة اللي بتخلي الموضوع ده يحصل فعلا على أرض الواقع؟ المقارنة دي بتلخص المعادلة كلها في الفكر الغلط، الخرافة المنتشرة اللي بتقول استنى لحد ما تحس بالثقة بعدين ابدأ اتصرف. لكن الحقيقة، الواقع بقى هو العكس تماما. الحقيقة بتقول ابدأ اتصرف الأول والثقة هتيجي لوحدها كنتيجة طبيعية للفعل ده. يعني الفعل هو اللي بيجيب الثقة مش العكس. يعني الخلاصة ما نستناش لحد ما نبقى واثقين عشان نبدأ، لا، نبدأ وبس، والثقة هتيجي هي بنفسها مع الطريق. هي دي الفكرة المحورية اللي ممكن تغير كل حاجة. البداية هي أهم خطوة، والثقة هي المكافأة اللي بتستنى في آخر الطريق ده.